عايز حاجه تانية يا بيه؟ احط لك بيت بلدي بيعمل شغل حلو قوي مع البسطرمه. شغال يا حاج، ويا ريت بقى تزود لنا كيس شيبسي خل وملح وشوف الحساب كام. طب لحظه واحده، رد على السكرتيره بتاعت مكتبي وبعدين نشوف موضوع الحساب ده. مكتبك؟ تمام، خد راحتك يا حاج. الو، ايوه يا رندا، السهم وصل كام دلوقتي؟ كام؟ حلو قوي، بيعي ولا ريسك ولا حاجه. الخساره المحتمله كلها كلام فارغ، مش هتكمل 30 مليون. ماشي، هكلمك تاني يا رندا بعد البيع. سلام. امر يا استاذ. كنت بسأل حضرتك لو ما فيهاش قلة ربا مني يعني. كام الحساب؟ 60 جنيه يا سيدي. والله يا باشا انا مكسوف من نفسي يعني ان اطلع لحضرتك 60 جنيه واحطهم في ايد حضرتك. انت اصلا تلاقيك بتديهم مصروف للكلب بتاعك. خلاص خليهم في جيبك. طب يعني ما تاخذنيش، ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ ايه اللي يخلي واحد زيي يقف في محل بقالة يبيع جبنة براميل ولانشون بيف للاشكال اللي شبهك؟ مش ده سؤالك؟ بالظبط. وبصراحة شكلك ده والسجارة اللي في ايد حضرتك دي غريبة جدا. ايه اللي عمل فيك كده؟ انت لبست الشايب ولا ايه؟ والله الموضوع كله اني محتاج. محتاج ايه يا باشا؟ عندك بنات بتجهزهم مثلا؟ مش محتاج فلوس يا ابني، هو انت فاكر الفلوس كل حاجة في الدنيا؟ لا طبعا، انا مش فاكر الفلوس كل حاجة، انا متأكد ان الفلوس كل حاجة. بيتهيألك عشان انت ما معكش فلوس، بس لما يبقى معاك فلوس كتير زيي هتعرف ان الفلوس مش كل حاجة. ايوه، بس حتى الحاجات اللي مش معاك انت هتقدر تشتريها بالفلوس. مش كل الحاجات، لما رصيدك في البنك بيزيد بيقل قصاده رصيدك في حاجات تانية كتير. زي ايه بقى؟ الأمان مثلا. واحد جربوع زيك مين ممكن يغامر بمستقبله ويتحبس فيك 4 ساعات؟ ولا حد طبعا، ده انا مش متشاف اصلا. لكن أول ما ثروتك تكسر حاجز المليار هتلاقي نفسك بقيت محتاج تمشي وراك بودي جاردات عشان يحموك. طب دي حاجة حلوة، حتى يدوك منظر. لما ثروتك هتكبر هيكبر معاها إحساسك بالخوف، هتخاف إنك تتسرق، هتخاف إنك تخسر. حقك والله، ده انا كل اللي حيلتي 600 جنيه شايلهم في جراب التليفون وكل يوم اعدهم. علاقتك بالناس هتبوظ، محدش هيحبك عشان شخصك بعد كده، كل الناس هتحبك عشان فلوسك. منطق برضه. مع الوقت هتلاقي الفلوس اللي بتمتلكها دي مجرد رقم على عداد، زي قراية عداد النور أو عداد التاكسي، رقم تافه وهبل ما يقدرش يسعدك، وانت اللي ضيعت حياتك عشان تجمع الفلوس دي. ايوه، معاناة الاغنياء دي انا عارفها كلها. انا عايز افهم بس، انت واقف في محل بقالة بتعمل ايه؟ بسد احتياجاتي اللي الفلوس مش هتقدر تسدها. انا ما باخدش فلوس من الزباين، باخد منهم دعوة حلوة، ضحكة من القلب، نظرة فرح في عيون طفل جميل ببربور خد مني 1 كيمو كون وما دفعش الحساب وزوغ. انا دلوقتي فهمتك، يا سبحان الله. طب انت محتاج حاجة يا باشا؟ محتاج حاجة يعني؟ محتاج حنان. حنان مين يا اسطى؟ انت فاكرني مركب اريال ولا ايه؟ محتاج حنان واهتمام وحاجات فلوس ما تقدرش تشتريها، طز في موبايل ايفون احدث موديل جنب لحظة احس فيها ان في حد خايف عليا وعلى صحتي. حس كده بقى، ارمي السجارة اللي في ايدك دي، مش هترتاح غير لما تجيلك ذبحة ونجري بيك على المستشفيات. الله، انت خايف على صحتي؟ لو ما خفتش عليك انت خاف على مين؟ لو شفتك ماسك البتاعة دي في ايديك تاني هتطفيها في ايه؟ في طيبة قلبك اللي مودياك في داهية. انا دلوقتي مبسوط جدا. تعرف يا استاذ، عربية مرسيدس على الزيرو ما تساويش حاجة عندي جنب دقيقة واحدة اتدلع فيها. انتي قطة بطة كلبة، انتي عقلوطة، انتي غيختي عالطعامة والجمال، شعره ابيض يا ناس، كوتي 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 كتننننوتي الا بلا هلا هنا ايه. الله يا رب على السعادة، من زمان وانا بحلم حد يهتم بيا ياخد باله من تفاصيلي. الشقق اللي على النيل كتير يا استاذ، بس الاهتمام بقى عملة نادرة. يومك النهاردة كان عامل ازاي؟ انا واحد ربنا اداله فلوس كتير بس مش عارف يصرفها فين. تعرف يا استاذ، انا كان نفسي اجرب احساس ان يكون عندي ابن كبير زيك كده وجاي عايز يخطب وانا ارفض واجوزه ياسمين صبري ولا منى شلبي. ثواني يا باشا. الو يا اهرامات،
انا مش ممكن اخطب واحده زيك وعم الحاج لا مؤاخذه واسمك كريم ايه؟ المعلم رشدان غباشي. مش ممكن اتجوز واحده الحاج رشدان البقال مش راضي عنها. سلام يا اهرامات. انا بجد مش عايز حاجه تانية من العالم. انت النهارده اسعدتني سعاده لا تقدر بثروات الدنيا. يا باشا احنا خدامين الجزم. انا عايز اكافئك، عايز اسعدك. قول لي ايه بيفرحك؟ بتحب التقدير المعنوي؟ اقدرك معنويا؟ لا يا باشا، معنوي ايه؟ انا بحب التقدير المادي. عايز فلوس يعني؟ حد الله، والمصحف ماخد منك ولا مليم واحد. لو تديني مكافئتي سبيكة ده بكون شاكر افضل حضرتك، وانا هبقى سياحة بمعرفتي. بس كده؟ غالي والطلب رخيص، بس لازم اشوفك تاني. سعادتك استحضرني في ذهنك بس هتلاقيني مرمي تحت رجلك. طب خد، هديك الكارت بتاعي وفي عنوان مكتبي. مدير المكتب هناك اسمه طلال. قول له انا جاي لك من طرف الحاج رشدان بيه وعايز اتدلع، وانا هكلمه دلوقتي في التليفون اوصيه عليك. ماشي، بعد اذنك يا سعادة الباشا. سلام عليكم. الو، ايوه يا شيخ طلال، بعت لكم زبون سقع، واد ابيض كده وشعره كنيش ومقطوع من شجره زي ما طلب. واحده واحده عليه بقى عشان ده لسه جديد، وابعت لي عمولتي على فودافون كاش. سلام. إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل.